فإذا الحركة الحسينية أو بدكم تسموها المقاومة الحسينية قامت لاستنهاض شرف الأمة. قامت عشان شو؟ عشان شرف الأمة، وشرف الأمة هو القرآن. قامت لاستنهاض شرف الأمة. فالسؤال اللي بدنا نسأله بكل صراحة: هل عرفت أمة الإسلام اليوم مكانة الإمام الحسين؟ هل عرفت الأمة مكانة الإمام الحسين؟ لا السني ولا الشيعة عرفوا مكانة الإمام الحسين صراحة، يعني عرفوا معرفة هيك سطحية ظاهرة بالصور الادعاءات، وقليل من العباد هم المخلصون الصادقون الذين ساروا بهذا الخط وقدموا الدماء وقدموا كل الغالي والنفيس حبا بالاجتماع بسيد الشهداء عليه السلام، لأنه سيدا شباب أهل الجنة. فطبعا النبي لما قال هما سيدا شباب أهل الجنة، هيدي كلمة لها معاني كبيرة، كلمة ليست كلمة عابرة، إنه والله كلمة سيدا شباب أهل الجنة. كثير ناس سمعوا هالكلمة وسيدا شباب أهل الجنة. يقال فلان سيد الدار، فيك تدخل على الدار بدون استئذان منه. يقال فلان سيد القوم، فيك تجي على القوم بدون ما تجي لعنده أول شيء. سيدا شباب أهل الجنة، لن يدخل الجنة أحد إلا بمعبر الإمام الحسين عليه السلام. يقول لي عم بالغ؟ أنت الصفر بالزهد، بالجهاد، بالعبادة، بالصبر، بالاحتساب، بمخاطبة الأعداء، بالفلسفة، بالدين، بالاستقامة، بالورع، بالخشوع، بالتزكية، بكل ذلك، مدرسة بكل شيء. البعض ما بيفهم من حسين إلا بعاشوراء، لا مش صحيح. وذكرنا سابقا كان الحسين إذا توضأ عليه السلام اصفر وجهه، فيسألوا له اصفر وجهك؟ يقول لهم أتدرون أمام من سأقف؟ سأقف بين يدي الله. فمدرسة بكل شيء. كيف قصر هيك كبير بتلاقي مساحته 2000 متر، بابه بكون أمرار بابه متر. هذا الباب هو الذي يدخل على كل الغرف اللي فيها الفلسفة والدين والاستقامة والورع والجهاد والتزكية والأخلاق والصبر والتضحية والإيثار، كل ذلك. وهذا مش مبالغة.